انتوا عارفين لما حد يسخر حياته كلها علشان يعرف الحقيقة، يفضل يدور ويبحث ويشوف هنا وهنا علشان يتأكد اللي في دماغه ده حقيقي ولا لأ. معرفة الحقيقة دايما بتحتاج جهد كبير قوي مننا، من بحث وكل حاجة، خاصة لما يكون الأمر متعلق بعقدة في الطفولة. أيوة، كل حاجة ابتدت من اليوم ده، اليوم اللي كان أسوأ يوم عندي في حياتي كلها، واللي حصل فيه يعتبر سر مفيش أي حد خالص يعرفه. أنا طارق كان عندي في الوقت ده 9 سنين. ماما وبابا خدوني معاهم لأيكيا. الفرع كان كبير جدا ومليان موبيليا وأطباق وحاجات منزلية وأدوات كهربائية، كان مليان كل حاجة. بس أنا حسيت بالملل، حسيت إن أنا زهقان قوي، فقلت إن أنا هروح أتمشى لوحدي. فجأة لقيت ايد اتحطت عليا، لقيتها ماما ولقيتها بتزعقلي وبتقولي: انت ازاي تمشي من ورايا؟ انت ازاي تبعد عني؟ انت مش متخيل المكان فوق زحمة قد ايه؟ انت مش متخيل ان انت ممكن حد يخطفك؟ قلت لها: ما تخافيش يا ماما. قالت لي: لا طبعا اخاف عليك، ممكن يطلع لك وحوش، ممكن يطلع لك ناس وحشة وتخطفك بعيد عني. انت مش عارف انا ممكن يحصل لي ايه لو حاجة حصلت لك وحشة. قلت لها: خلاص يا ماما، وهزيت راسي ومشيت معاها عشان ما تزعلش. بس انا كنت طفلة عنيد شوية، كان عندي فضول اعرف المكان موجود فيه ايه. سبت ماما تسرع بخطوتها وانا بطأت في خطوتي قوي، على اساس ان هي هتخرج من الدور ده كله وتروح بقى تتشغل في كل مشترياتها اللي عايزة تشتريها، وانا العب براحتي واجري واتفرج على كل الحاجات اللي انا عايزة اتفرج عليها. بس للأسف بعد وقت وما كانش طويل بصيت لقيت المكان اللي انا فيه كله فاضي. بدأت اخاف. اللي خوفني اكتر ان انا حسيت ان في نفس ورايا. بصيت ما لقيتش اي حد. قعدت اقول: يا ماما، بابا، انا عايزه اطلع من هنا، حد يوديني لماما وبابا. مشيت وانا خايف جدا. الموضوع رعبني اكتر لما لقيت المكان كله فاضي ولقيت فيه سكوت رهيب. قعدت امشي وانا بدور على اي باب او اي مخرج. قعدت انادي، ما كانش حد بيسمعني لان ما كانش حد موجود اصلا. المكان كان مخيف، كان هادي وساكت قوي. خفت خفت ان انا كده خلاص ابقى تهت وضعت من ماما وبابا ومعرفش ارجع لهم تاني. بدأت اعيط. فجأة لقيت في قدامي موظف من موظفين ايكيا. جريت عليه، قعدت اقول له: يا عمو، يا عمو، والنبي وديني لماما وبابا، انا تهت هنا. وانا بتكلم معاه وبلمسه فجأة لقيت قدامي شكل غريب. رجعت بخطوات لورا وانا مش مصدقه نفسي. ايه اللي قدامي ده؟ حد من غير ملامح، وشه مفيش فيه ملامح. قعدت اجري 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 وانا مرعوب مش مصدق. معقول الوحوش حقيقه؟ وهو يجري ورايا ومدد ايده عايز يعمل فيا اي حاجه. انا كل اللي انا كنت بعمله ان انا بجري، حتى ما كنتش قادره اصرخ من كتر الرعب اللي انا فيه. انا مش مستوعب، مش قادر اصدق ان في فعلا وحوش، فعلا ماما عندها حق. وانا بجري ما خدتش بالي ان قدامي في حاجات على الارض ووقعت. لقيته مقرب مني وبيقول لي: انت ايه اللي دخلك هنا؟ انت ممنوع ان انت تدخل هنا. فجأة ما كملش كلامه ولقيت في واحد وراه مسك فاس وقام قاطع راسه. ولقيته بيقول لي: انت ايه يا ابني اللي جابك هنا؟ انت ما تعرفش ان المكان ده خطر؟ قلت له: انت مين؟ قال لي: مش مهم انا مين، انا حتى لو قلت لك مش هتفهمني، انا صياد وحوش من الاخر. قلت له: يعني فعلا في وحوش وفي حاجات غريبة في الدنيا؟ انا ما كنتش مصدق ماما ابدا. قال لي: انا هشغل نفسي بيك ازاي يعني دلوقتي؟ تعال طلعك قبل ما حد فيهم يشوفك تاني وتكون سبب في ان انت تتقتل وان انا كمان اتقتل. قلت له: انا اسف والله، انا اسف ان انا ما سمعتش كلام ماما وما مشيتش جنبها. انا مش مصدق ان في وحوش حقيقي في الدنيا. كنت بعيط جامد من كتر الرعب اللي انا شفته. فجأة لقينا الميكروفون واحدة بتقول فيه: رجاء الكل ينتبه لكلامي، احنا هنقفل فرع ايكيا حالا. رجاء الكل يغادر الفرع حالا،
في حالة طوارئ. فجأة لقيت في واحد نفس الشكل التاني، نفس شكله من غير ملامح، جه ومسك اللي قتل الوحش الأولاني اللي هو كان صياد الوحوش ده. ما شافوش، جاله من ظهره ومسك رقبته وقعد يخنقه فيه بإيده. كان قوي جدا، وطول ما هو بيخنقه عمال يقوله انت لازم تموت، انتوا كلكم لازم تموتوا. صرخت صرخة جامدة، ما كنتش مصدقة نفسي من اللي أنا بشوفه، كنت حاسس إن أنا في كابوس. فجأة لقيته مات في إيده. أيوة، اتخنق ومات، ورماه زي ما يكون حد بيرمي كيس باسكت من إيده. أنا مصدوم ومرعوب. فجأة لقيتهم بقوا 3 قدامي نفس الشكل، ولقيته بيقولي انت مش لازم تطلع من هنا حي، انت شفت حاجات ما كانش ينفع تشوفها، عرفت حاجات ما كانش ينفع تعرفها. ولقيتهم ال3 بيجروا ورايا، شكلهم كان مرعب، ولقيتهم ان هم مصممين ان هم يقتلوني كأني اتخطفت او اي حاجة، عشان محدش يعرف اي حاجة عنهم. قعدت اجري 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 وانا مرعوب وبعيط ومش مصدق انا فعلا في كابوس، مستحيل يكون ده حقيقة. وانا بجري كنت ببص يمين وشمال بأي شكل علشان اشوف اي مخرج او اي باب او اي حد ينقذني منهم بأي شكل من الاشكال. فجأة لقيت في كراتين كتير وادوات كهربائية كتير، استخبيت وراها. عدوا من جنبي وهم عمالين يتكلموا ويقولوا الولد ده لازم يموت، لازم يتقتل، عارف حاجات ما كانش ينفع يعرفها. وفجأة لقيت واحد منهم شدني من شعري وقام قايل لي مش قلتلك انت لازم تموت؟ وقام خبطني خبطة جامدة جدا، وقعت في الأرض. ولقيته جاي عليا وخلاص هيقتلني. عرفت ان دي خلاص آخر لحظة ليا في حياتي. بصيت لقيت باب، ان انا خلاص حاجة ممكن تنقذني من اللي انا فيه. جريت بأقوى قوة عندي، أنا معرفش أنا نطيت إزاي أصلا وجات لي القوة دي منين. ونطيت وفتحت الباب. أول ما فتحت الباب لقيت قدامي ضابط شرطة، ولقيت فيه 3 واقفين، ولقيت الدنيا كلها كانت مقلوبة عليا والناس كلها بتدور عليا. لقيت ضابط الشرطة بيقولي هو انت الولد اللي مامتك وباباك بيدوروا عليك؟ وفجأة خدوني علشان يودوني لماما وبابا، وانا مصدوم ومرعوب ومش عارف اقول لهم ايه. لقيت ماما وبابا بيجروا عليا وهم مغضوضين في نفس الوقت، عمالين يوبخوا فيا. وماما تقولي انا مش قلتلك ما تبعدش عني؟ ينفع كده؟ نقلوني المستشفى، ومن الخبطة اللي انا اتخبطتها دراعي اتكسر، وفضلت في المستشفى فترة. بس لحد وقتنا هذا ما قلتش لأي حد فيهم على اللي انا شفته، ولا قلت لحد فيهم على الوحوش. ما كانش حد هيصدقني، ما كانش حد فيهم هيقول الولد ده كلامه صح. فضلت عمري كله أدور وأبحث، ولازم أعرف الحقيقة، في فعلا وحوش ولا لأ. ومش هسكت ولا هبطل إلا لما أوصل للحقيقة وأعرف فرع أيكيا ده إيه هو السر واللغز اللي وراه، وإيه هو لغز الوحوش اللي كانت موجودة فيه، وهم تبع إيه بالظبط. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا النهاردة يا أصحابي. أتمنى إن هي تكون عجبتكم. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وتشيروا القصة لأكبر عدد من أصحابكم عشان نكبر مع بعض. واستنوني القصة الجاية. سلام.